كابتن محمد نور قائد الفريق الاتحادي. نتيجة إيجابية جدا للفريق الاتحادي في مباراته أمام الوحدة، لكن الأهم من تحدث كثيرا على أن الاتحاد ليس الاتحاد الذي ينطلق دائما في آسيا، وربما لن يكون هذا موسمه. هنا العودة. والله شوف، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالنسبة يعني الناس اللي تتكلم تقول الاتحاد وكذا، يعني صراحة الاتحاد مر بمرحلة صعبة، خاصة بعد خسارته لنهائي كأس آسيا أمام الفريق الكوري وكذا. يعني طبيعي، يعني الفريق بيهبط وبتكون يعني العزيمة مو هي نفسها اللي كانت، يعني خاصة إنه الفريق كان مرشح لهذه البطولة. والحمد لله يعني مرينا بظروف صعبة صراحة، وتغير المدرب وجاء مدرب جديد ولعبنا في جدة. والمشكلة يعني اللي كانت يعني دائما كنا نعاني منها، يعني كنا نخسر في جدة. يعني الاتحاد مو متعود انه يخسر مباريات ولا كان يتعادل في جدة. يعني الاتحاد كان معروف دائما انه يفوز في جدة. وصراحة هذه يعني سببت لنا مشكلة نفسية بالنسبة لنا كلاعبين، لكن الحمد لله تجاوزنا هذه المشكلة. لعبنا مع الأهلي وفزنا على الأهلي وفزنا على الهلال. وكان الأهم يعني أنت كيف أنت بتحقق نقاط داخل أرضك، كيف تحقق نقاط خارج أرضك. يعني دائما يعني أنا من وجهة نظري الفريق اللي يبغى يكون بطل والفريق اللي يبغى يتأهل للبطولات وكده لازم يحقق نقاط خارج أرضه. والحمد لله اليوم حققنا 3 نقاط ثمينة. يعني اليوم أنا أعتبر المباراة هذه ب6 نقاط